خلاص صندوق النقد الدولي منح الضوء الأخضر لمصر علشان تستعد لصرف شريحة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار بعد ما تمم المراجعة الخامسة والسادسة. بس يا ترى إزاي ده هيأثر على سعر الدولار والأسعار في السوق؟ وليه الصندوق وافق على صرف القرض في الوقت ده تحديدا؟ والمراجعات الجاية للصندوق هتكون إمتى؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. صندوق النقد الدولي خلاص أعلن إنه تمم المراجعة الخامسة والسادسة علشان مصر واللي قيمتها 2.3 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. وطبعا ده معناه إن البرنامج ماشي في طريقه وإن في ثقة ما بين مصر والصندوق. الصندوق قال كمان إن مصر تقدر تسحب حوالي 273 مليون دولار زيادة ضمن آلية الصلابة والاستدامة بعد المراجعة الأولى ليها. بس المفاجأة إن الصندوق قال الوضع الاقتصادي في مصر اتحسن بسبب السياسات النقدية والمالية المشددة، وكمان بسبب مرونة سعر الصرف، وده ساعد في خفض التضخم وتحسين الوضع الخارجي للاقتصاد. لكن في نفس الوقت قال إن بعض الإصلاحات الهيكلية كانت أبطأ من المتوقع، خصوصا في تقليل دور الدولة في بعض القطاعات. عدد من الخبراء قالوا إن دمج المراجعتين في وقت واحد خطوة إيجابية جدا وبتعكس توافق وثقة متبادلة، وده بيدي رسالة طمأنة للمستثمرين جوه وبره مصر إن الاقتصاد المصري ماشي في طريق الاستقرار. منهم الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، واللي قال إن دمج المراجعتين لصندوق النقد الدولي مع بعض بيعكس استجابة الصندوق لطلب مصر، وده بيأكد إن في ثقة متبادلة ما بين الجانبين، وكمان بيسمح إن البرنامج الاقتصادي المصري يكمل بشكل طبيعي خلال المراجعتين الجايين المتوقعين في إبريل وأكتوبر. وده بيدي إشارات إيجابية للمستثمرين سواء جوه مصر أو بره إن الأمور ماشية في اتجاه مستقر. مش بس كده، قال إن توقعات النمو في الفترة اللي جاية شكلها مبشر جدا، خاصة مع دخول عدد من المشروعات الجديدة الخدمة، وده هيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في قطاعات زي التصنيع والصناعات الهندسية والكهربائية. وكمان أكد إن شغل الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص والاستمرار في ضبط المؤشرات المالية هيساعد في تحسين مناخ الاستثمار ويحقق نمو مستدام. وقال إن الرقمنة والإصلاحات المالية زي تطوير نظام الجمارك وتحسين كفاءة الموازنة بيدوا الحكومة فرصة إنها توزع الموارد بشكل أفضل، وده بيساهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتقليل الضغوط التضخمية. كمان الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي قال إن دمج مراجعتين لصندوق النقد الدولي في اجتماع واحد بيعكس درجة كبيرة من التوافق ما بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق، وده معناه إن الدولة قدرت تسرع خطوات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الأخيرة. بس خلينا أقول لك إن أي تدفقات دولارية بتيجي من مصادر تمويل زي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي بتدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر بشكل كبير جدا، وطبعا ده ليه تأثير على سعر الدولار واستقراره، وكمان بيضمن استقرار الأسعار المرتبطة بأسعار الدولار دايما، وبالتالي بيدعم المواطن وبيقلل من الضغوط اللي ممكن تحصل بسبب تقلبات العملة. كمان التدفقات دي بتعتبر مصدر تمويل مهم للموازنة العامة للدولة لأنها بتدعم مواردها، بحيث إن شرائح التمويل اللي بتيجي ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بتدخل بالدولار، وفي المقابل بيتحول قدامها ما يعادلها بالجنيه المصري وبيتضاف لأرصدة الموازنة العامة، وده بيساعد الدولة في تغطية التزاماتها ومصروفاتها. ودلوقتي قول لنا، شايف إن فعلا الاقتصاد المصري بيتحسن ولا لأ؟